جالنا يا جماعه اسئله كتيره، الناس عايزه تعرف ايه هو مهام المدير الرياضي اللي خلاص ان شاء الله يا جماعه الاهلي خلاص او فريق مصر يعملها، وكابتن محمد رمضان خلاص تم تكليفه يبقى مسؤول رياضي عن النادي الاهلي. طب ايه هي المهام بقى؟ اهوتك وتعالى كده نتكلم انا وانت كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي وايه المهام اللي هيقوم بيها الكابتن محمد رمضان، وان شاء الله نهايه الحلقه هقول لكم رايي ان شاء الله في الحوار ده. طيب نبدا كده. المهام الرئيسيه المباشره اللي هيقوم بيها المدير الرياضي سواء في النادي الاهلي او في اي نادي ثاني في مصر هيقوم باستحداث المنصب ده. طيب اول حاجه هيقوم بها المكلف بالمدير الرياضي اللي هو كابتن محمد رمضان، اول حاجه الاشراف على استراتيجيات النادي طويله المدى ومتوسطه المدى. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ يعني هيكون مشرف على النادي الاهلي زي السد الاهلي، حاجه طبعا دي طويله المدى مش عارفين هي هتحصل ولا مش تحصل. حاجه متوسطه المدى عايزين مثلا ننزل باعمار اللعيبه خلال 5 سنين، هي برضه يكون ليه برضه اشراف مباشر على النقطه دي. طيب النقطه الثانيه هيكون همزه وصل ما بين مجلس الاداره وما بين الجهاز الفني. يعني اي حاجه كولر يحتاجها مش هيروح لكابتن الخطيب ويخبط عليه، لا يكون معاه كابتن محمد رمضان، محتاج اي حاجه محمد رمضان. من الاخر كده يا جماعه، من الاخر منصب المدير الرياضي ده عامل زي بابا، ده البابا بالظبط كده. اي حاجه روح لبابا. كولر دلوقتي اي حاجه يحتاجها يروح لبابا. بابا مين؟ محمد رمضان. اي حاجه عايز حاجه اي حاجه خبط على كابتن محمد رمضان اللي هيكون معاك اصلا، هيكون ملازمك. عارفين لمبي هنط لك في بنطلونه، هيكون معاه في كل حاجه. هيخنق من الاخر، هيخنق اي مدرب ويخنق كولر، فيكون معاه في كل حاجه. هيكون همزه الوصل ما بين الخطيب وما بين الجهاز الفني. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هيكون مسؤوليه مباشره عن تعاقدات مع اللعيبه ومع وكلاء اللعيبه. واضحه دي؟ حلو كده. هيدخل برضه في التفاوض برضه. النقطه الثالثه. النقطه الرابعه ودي اخطر نقطه، ودي اللي بسببها يمشي اي مدير فني. ده النقطه دي هخنوا بيها اي مدير فني. ايه النقطه دي؟ التعاون مع الجهاز الفني لاختيار اللعيبه المميزين والمناسبين للفريق. افرض دلوقتي كولر عايز لعيب ومحمد رمضان مش عاجبه اللعيب ده، والعكس، ايه اللي يحصل؟ هيحصل مشاكل. فيا جماعه المنصب ده هينجح مع في النادي الاهلي وهينجح في مصر الله اعلم. فالنقطه دي تخنق اي مدير فني عنده كرامه وعنده شخصيه. طب خامس حاجه معانا متابعه التدريبات ومشاركته في المباريات. هيكون معاك في التدريب، كل يوم معاك في التدريب. كمان ايه؟ هيكون معاك في الماتشات برضو، هيكون قاعد لك بره في الماتشات. فهو جاي لكولر، جاي لك انت. بابا هيكون لكولر. ايه تاني؟ النقطه الثانيه معانا توفير الدعم اللازم لثلاث حاجات: للعيبه وللجهاز الفني وللجهاز الطبي. هيكون مسؤول عنهم، مسؤوليه مباشره. اي حاجه عايزها روح لبابا. بابا مين؟ اللي هو مدير رياضي. تاني يا كباتن هيكون مسؤول عن توفير الدعم للعيبه وللجهاز الفني وللجهاز الطبي. النقطه معانا بعد كده ضمان توفير جميع الموارد اللازمه للفريق. اي حاجه عايزها روح لبابا مدير رياضي. اي حاجه هو المطلوب منه انه يوفرها لك. اخر حاجه معانا لازم يكون عنده المام بالنواحي الماليه، بالنواحي الماديه بتاعت الفريق والميزانيات. ليه؟ عشان لما يتعاقد، لما يقعد مع لعيب ويقعد مع وكيل لاعبين يكون عارف الدنيا ماشيه ازاي، عارف الميزانيه ماشيه ازاي، عارف الخطيب على طول ماسكها وما بيصرفش وقافل على الكيس ورابط الحزام، يكون الدنيا ماشيه ازاي. فلازم يكون ملم على الاقل بالنواحي الماديه. دي يا جماعه ابرز المهام اللي هيقوم بيها المدير الرياضي او بابا الشغلانه او بابا المنصب ده. تفتكر بقى في الاخر كده، تفتكر كابتن محمد رمضان ده المناسب للمنصب ده؟ طيب عايز يا جماعه اقول حاجه كده بسيطه كده قبل ما هنختم. دلوقتي كابتن محمد رمضان دلوقتي او قبل كابتن محمد رمضان كابتن محمود الخطيب اعظم من انجبت الكره المصريه وفوق دماغنا. دلوقتي انا بسلخ قبل ما اذبح. عايز اقول ايه دلوقتي يا جماعه؟ انا استحدثت منصب مدير رياضي لكن الجثه ما جبتهاش. يعني اللي هو ازاي؟ طيب يعني دلوقتي جبت العفش وجبت مروحه وجبت تكييف وجبت كل حاجه، ما عنديش الشقه. طب ازاي يعني؟ عايز اقول ايه من الكلام ده؟ كابتن محمد رمضان كان جاي لي اصلا، كان جاي لجنه التخبيط او لجنه التخطيط. حلو. جه منصب مدير رياضي. لا هاخد ده، دي قدم استقالتك. انا كابتن محمد رمضان قدم استقالتك وروح امسك مكان اعظم. طب هو في خلال الاربع 5 دقائق اللي قعدهم في لجنه التخطيط قدم كفاءه يعني جامده
تقول لك انه يمسك مدير رياضي بالمهام التقيله دي. هيبقى واحد لسه ما عندكش الهيستوري بتاعه، ما عندكش سي في قوي ليه يمسك الموضوع ده. كابتن محمد رمضان فوق دماغنا، وكذا حد من الجباهزه في الاعلام قالوا كابتن محمد رمضان كان جامد جدا في التسعينات، من 30 سنه. يعني انت بتتكلم في ايه؟ طيب بتتكلم في ايه؟ هل يا جماعه كابتن محمد رمضان والتخبيط اللي بيحصل ده والعشوائيه اللي بتحصل دي مع المهام دي تفتكر ينجح مع نادي كبير زي نادي الاهلي مع كوتش عنيد زي كولر؟ اللي جاب لحضراتكم يا جماعه. مستني يا جماعه تعليقاتكم وتقولوا يا جماعه هل لو بالمهام دي هينفع محمد رمضان مع كولر او اي شخص تاني مع كولر او اي شخص مع مدير فني محترم؟ مستني يا جماعه تعليقاتكم معانا. شكرا، تحياتي لكم.